إذا شفت تصاميمك أخيك ما بحياتي شفت مثل الاحترافية اللي أنت تصمميها، ولا بنت توصل ربع مواسيلك أنت وفلانة وفشانة أكيد. مبدع ما شاء الله عليكم. أشكرك باريس هيلتون. أول شيء أشكرك على الكلام الحلو وهذا من ذوقك، وأكيد الاحترافية اللي وصلت لها أنا لأنه التصميم فيني موهبة، مو حشر مع الناس عيد. فهذه الموهبة أكيد لما يكون عندك موهبة بتكوني إنك تحبي تصممي أشياء، أفكار غريبة، أشياء جديدة. فأنت اللي تتابعينهم وتقولين إنهم ما يصلون ربع مواسيلي، هذول ناس مقلدين الحليمة، وللأسف الشديد إنهم قاعدين يقلدوني وهم ما قاعدين يتقنون شيء من اللي أنا قاعدة أسويه، إنما شيء كذا يمكن من الإرشيف تبعي. تشوفيني يقلدوا نفس الألوان، يقلدوا بس شغل فاشل، شغل تجاري نقدر نقول. فعشان كذا هم مو قادرين يوصلون ربع مواسيلي. والحمد لله أنا وفلانة طفشنا اشتهرنا بتصاميمنا وبغنائنا، والحمد لله ما زلنا في القمة بدون منازع. لكن بجد كثير عن طريق سؤالك حبيت أنوه شغلة إنه كثير ناس يقولوا نبغى شروحات للمحترفين. أنا عارفة إنه في ناس كثير تعرف تصمم لكن يفقدون شيء من الأفكار، فأنا إن شاء الله راح أنزل أشياء للمحترفين وليس للمبتدئين، لأن المبتدئين في ناس تشرح لهم كثير وعدوا غلط من الناس اللي تشرح، فهذه الشروحات صارت مستهلكة. إنما أنا راح أشرح للمحترفين، للناس اللي تصمم بس ما عندها أفكار، يمكن يتعلموا مني أشياء والناس تستفيد. وإن شاء الله راح أنزل لكم شروحات ليهمكم. وشكرا يا صاحبة السؤال ونورتيني كثير.